عدنا لصفحاتنا في برنامج عندنا في اون تي في، والحقيقه يعني من البرامج المميزه جدا في تلك القناه. اسرائيل من الداخل. ليست الفكره هي اخبار مجرده بتيجي من اسرائيل، بس تشوفوا طبيعه مقدم البرنامج وطبيعه سرده للامور ازاي، وطبيعه احتوائك وانت بتبقى قاعد قدامه ما تقدرش تسيبه، وكأن الحدث لسه بيحصل دلوقتي على الهواء مباشر، يعني تحس فعلا ان هو حاجه مباشره بتشوفها. ناصر اللحام واحد من الاعلاميين الفلسطينيين والعرب اللي الحقيقه يعني متشعب ومتشابك ومتداخل ومتغلغل جوه مش المجتمع الاسرائيلي بقدر جوه الاخبار الاسرائيليه، جوه الكيان الاسرائيلي الاعلامي. تحس انه انا كنت بسأل زميلنا واحد متخصص في الشؤون الاسرائيليه من شويه، قال لي ده واحد من الناس اللي يعرف كل صغيره وكبيره عن اسرائيل اعلاميا. هل هذا صحيح يا استاذ ناصر؟ المفروض صحيح. المفروض صحيح. ارحب بيك الاول. اهلا وسهلا. والحقيقه يعني شرف لي ان انا اقعد معاك، لانه انا من المعجبين والمؤيدين في برنامجك بالامانه. يعني من ضمن الحاجات اللي بتقولها في شغلك او في البرنامج انه في سيطره عسكريه على الاخبار او اي خبر بيورد في اسرائيل او بيطلع من الاذاعه الاسرائيليه او بيطلع من الاعلام الاسرائيلي. هل هو فعلا اسرائيل متحكمه عسكريا في كل الاخبار اللي بتطلع من هناك؟ هو انا من وجهه نظري الاجابه السريعه نعم. الاجابه السريعه نعم، لكن هنا كمتخصصين بالشأن الإسرائيلي أنا أقترح على نفسي أولا ثم على من يريد أن يتابع بأن إسرائيل لا يمكن أخذها بجزئيات وملاحقة الجزئيات، بل يجب أن تفهم الفريم العام والإطار العام لهذا الكيان، بعد ذلك تفهم لماذا يقومون بهذا ولماذا لا يقومون بذاك. المؤسسة العسكرية لا تزال العمود الفقري لكيان إسرائيل، بعكس كل الدول. كان هناك دول ولها جيش، إسرائيل الوحيدة تقريبا في العالم جيش وأصبح له دولة، وبالتالي الفاعل الجيش المفعول به دولة، بعكس الدول الأخرى كل دولة لها جيش، إلا هذا الجيش له دولة. ومن هذا المنطق الإعلام رأس حربة. اليوم أنا أعتقد أنه 75% من الجهد العام لكل الدول هو إعلامي، سواء بالحرب أو بالسلام، بالكينونة أو بأنساق المجتمع، بطريقة صياغة التفكير وغيرها. إسرائيل تتعرض لانقلابات خطيرة جدا على صعيد الذهنية وعلى صعيد النفسية، وهذا ما كان بأطروحة الدكتوراه عندي. أنا قدمت أطروحة الدكتوراه تحت عنوان لغة الجسد في الإعلام الإسرائيلي، وتجد نعم لغة بادي لانجوج، لغة الجسد في الإعلام الإسرائيلي، فهو قد يشير إلى اليمين ويذهب إلى اليسار بإيحاءاته وإيماءاته، بانفعالاته، بالمؤثرات وبالمستجيب عنده، في كل شيء عنده في اللاوعي إنه مستهدف وإنه شخص آخر يجاهر العداء، وبالتالي بناء على ذلك يتصرف. الإعلام الإسرائيلي إعلام عدائي قاسي، قلبه من حديد، تابوت. يعرف عننا اكتر ولا احنا اللي نعرف عنه؟ لا، هو بيعرف اكثر. هو بيعرف. احنا لا عشنا وخصوصا الفلسطينيين في مرحله الخجل، انه نخجل انه نتابع هذا الكيان، في حين هو كان يتابعنا، يعرف اسماء زوجاتنا واطفالنا، يعرف اغاني ام كلثوم، ويعرف الاغنيه التي نحب والفيلم الذي نشاهده، يتابعنا بكل دقه، يضعنا تحت الميكروسكوب ويراقب سلوكنا. في نهايه قبل 10 سنوات فقط كان هناك صحوه بانه اهتمام بالشؤون الاسرائيليه. نعم. كان من جانب فلسطين ولا من جانب العالم العربي؟ بصراحة ليس مجاملة. كان بعض الدول في بلاد الشام لديها مختص بالشؤون الإسرائيلية، لكن كان جهد فردي وليس مؤسسة، باستثناء مصر اللي فيها مؤسسات تابعت ذلك باللغة العبرية وغيرها، وواظبت على ذلك من الستينيات لليوم. باستثناء مصر كان في هناك إهمال للجانب الإسرائيلي، فكنا نتحدث ولا نعرف ماذا نكتب عنهم. استطبنا أن نكتب
او نترجم للغه العربيه بعض الكتاب اللي انتقدوهم، زي بعض المحامين وبعض اليساريين وبعض الفوضويين اللي كانوا يكتبوا بعبثيه انه ينتقدوا الاحتلال، فاحنا استطبنا ذلك لغايه ما كان هناك توجه لدينا انه نكتب كل شيء لمعرفة كل شيء، فكتبنا الذي يشتمنا قبل الذي يمدحنا، وكتبنا الذي يدعو لتكريس الاحتلال قبل، تابعناهم راقبناهم وهذا أثر فيهم سلبيا. لذلك في معظم الأحداث تجد المذيع الإسرائيلي يقول لا تقولوا كل شيء، لا تقولوا إن العرب يراقبوننا، إنهم يترجمون ما نفعل. هذا أعطاهم عملهم فزاعة يعني تماما. اليوم أنت بتشعر في عيونهم إزعاج شديد جدا إنه نحن نتحدث اللغة العبرية. شلنا الخجل؟ تجاوزنا هذه المرحلة، نحن نتحدث اللغة العبرية أفضل منهم. هم تعلموها تعليم يعني كمان. أنا وجهة نظري هي لغة العبيد يعني بالتاريخ، لكن تعلمنا اللغة العبرية، قرأنا الإعلام. أنا شخصيا من 20 سنة بتابع الإعلام الإسرائيلي يوم 20 سنة، وبالتالي هذا كله جمعته في كتاب سيصدر قريبا إن شاء الله. كويس. اسمه سيكون لغة الجسد في الإعلام الإسرائيلي، وإن شاء الله سيطبع في مصر. نعم سيطبع في مصر. هنا هتنزله بالعبري ولا بالعربي؟ باللغتين الإنجليزية والعربية، غير متعجل أن ينشر باللغة العبرية لأنه أهميته أن يقرأه غير اليهودي. بكل حال من الأحوال اليهودي يتم تربيته تنشئته مع حليب الأطفال أنه لا يقبل الخبر إلا من يهودي، يعني بمعنى آخر لو في مذيع مصري يتحدث اللغة العبرية وقال انه يوم الاحد القادم هناك عاصفة امطار مثلا، اليهودي لن يصدق هذا الخبر حتى لو كان باللغة العبرية. لذلك الموقع عندنا مثلا بوكالة الانباء باللغة العبرية فاشل، مش لانه لا نكتب لغة عبرية، لانه اليهودي لا يأخذ الخبر الا من يهودي. نعم اليهودي لا يسمع الخبر ولا يصدق الخبر الا من يهودي، واليهودي ومن لأم يهودية. هناك تربية عنصرية، يعني حتى الخبر لو من امريكا لو من فرنسا لو من اي جنسية لا يجوز. هو يصدق اليهودي بس. لا، قبل شهرين كان صاحب صحيفة معارف بده يبيعها، عايز يبيع الصحيفة، عاوز يبيع الصحيفة. قانون بالكنيست ممنوع أن يمتلك غير اليهودي وسيلة إعلام في إسرائيل. وبالتالي إلى هذا البعد السيطرة على وسائل الإعلام. وسيلة الإعلام هي التلفزيون وهي الصحيفة باللغة الروسية أو بالعبرية أو بالإنجليزية، هي تدخل تنقل رسائل مشفرة أو غير مشفرة في الوعي وفي اللاوعي لمن يعيش هناك. لذلك مثلا اكتشفت أنه الطاقم اللي بيشتغل معي باللغة العبرية صابهم كآبة. مثلا اكتشفت عشان شغلهم ما بيمشيش؟ لا، لانه طبيعه الاخبار بتابعوا. مثلا تقريبا كل الطاقم اللي عندنا غير متفائلين بشان عمليه السلام. كل اللي بيشتغلوا ببرنامج اسرائيل من الداخل، يعني اسال اي عضو بالتلفزيون بالوكاله الانباء راح شو رايك باوسلو، شو رايك بعمليه السلام، راح تجد رد سلبي. فاكتشفت لاحقا انه اذا تتاثر وتتعرض لي وسائل الاعلام الاسرائيليه بشكل مكثف ومتتالي تاخذ انطباع سيء جدا. استاذ ناصر، احنا ما بنجيبش خبر عنهم، احنا بنتابعهم، هم بيجيبوا خبر عننا. صنعت لغايه اليوم عمليه ذهاب وانتشال الخبر، وصنعته، وهو سؤالك مهم جدا ورائع يعني غير متوفر. عملنا احنا متوفر لنا ان نذهب الى تل ابيب والى القدس والى هذه مهمه المفروض انها تكون فلسطينيه اولا وعربيه طبعا، لكن حين نقوم ببعض الاخبار من هذا النوع يسبب هذا ازعاج شديد جدا للاسرائيليين. يعني مثلا لو قمنا بعمل تقرير في مدينه الخضيره عن المافيا وكيف يذبح الناس في الشوارع كمدينه خطيره جدا تحكمها المافيا الروسيه، هذا سيربك اسرائيل. هم غير معتادين بأنه شخص آخر يكتب عنهم، هم يتدخلوا في كل العالم، يكتبوا عن كل شيء، لكن أن يكتب أحد عنهم هذا يربكهم. طب ما نستغلش احنا ده ليه؟ القضية ليست من وجهة نظري يجب أن تكون فعل فردي أو شخصي، يجب أن تكون جزء، يعني الترجمة يجب أن تكون جزء من مشروع حضاري. لحضرتك واضح تماما أنه نسبة الترجمة، يعني بعض الدول مثل اليابان تترجم 82 مليون صفحة سنويا من اللغات الأخرى، إسبانيا تترجم 52 مليون صفحة سنويا عن اللغات الأخرى. العرب يترجموا، كل العرب يترجموا أقل من
3 مليون صفحة سنويا. في عند العرب 37 مليون مدونة باللغة العربية، لكن كلها لا تصل إلى 1% من المحتوى العالمي. يعني لو جبنا المحتوى الفكري والعلمي لهذه المدونات سنجدها أقل من 1%. آخر 500 اختراع في العالم، استشوار، نكاشة اسنان، أي شيء، المج، ستجد أنه لم يشارك فيه عربي. وبالتالي الترجمة تكون ترجمة مهمة وخبر مهم وصحافة مهمة إذا كانت جزء من مشروع حضاري، لكن في غياب المشروع الحضاري هذه ستكون مهارات فردية. لا، ما عندناش مشروع حضاري. ستكون مهارات فردية بهلوانية يمكن أن تنال إعجاب الجمهور، لكن من باب الفن، من باب الفانتازيا، لكن ليس من باب أن تقوم عليه أسس. لذلك أنا من وجهة نظري يجب أن تترافق مع حركة الترجمة عن اللغة العبرية إعادة صياغة وجهة نظرنا حول إسرائيل، وليس سلبا أو إيجابا، بل إعطاء الحجم الحقيقي. هو حجمها الحقيقي صغير جدا إسرائيل، وبالتالي هذا التأثير الواسع اللي بيخديته على صعيد إقليمي وعلى صعيد دولي هو غير حقيقي، هو انتفاخ غير طبيعي. لذلك النظر إلى إسرائيل بدون عدسة محدبة أو بدون عدسة مقعرة بحجمها الطبيعي سيهمشها وسيظهر مدى إمكانيات المثقفين العرب. مش قادرين نعمل ده. أنا أعتقد أن هذا سهل، أعتقد رغم تشاؤمي السياسي، لكن أعتقد أن هذا سهل. وعلى فكرة من الترجمة للغة العبرية مثلا الأسرى في السجون يتابعوا هذا البرنامج بشدة. يعني يوم لا يأتي هذا البرنامج ستجد الاتصالات من داخل الأسر، من الأسرى غاضبة جدا، على رأسهم الأسير مروان برغوثي وعلى رأسهم الأسير أحمد سعدات. يتابعوا هذا البرنامج بكل حلقاته، يتابعوه المطاردين، المقاتلين، الثوار. أنا رحت الدول العربية معظمها يتابعوا هذا البرنامج، سفراء وزعماء في دول سألوا عن هذا البرنامج، لأنه ليس يقدم الترجمة العبرية، بل هو يقدم الطريقة الجديدة للنظر إلى إسرائيل. وإسرائيل إذا نظرت لها بشكل طبيعي ستجد أنها تعاني من الهستيريا. يعني نفس الجمهور 3.5 مليون ناخب تقريبا، نفس الجمهور بينتخب باراك، بعد سنة وشهرين بينتخب شارون، بعد 3 سنوات بينتخب او بيجي نتنياهو يعلن في برنامجه الانتخابي سانسحب من الضفه الغربيه بصفقه بكل ممتاز. بعد سنه بينتخبوا اولمرت، بعد سنه بينتخبوا نتنياهو اللي بيقول لن انسحب من الضفه الغربيه. يعني انت تنظر اليهم بهذه الشيزوفرينيا والانفصام الغريب جدا، انه شو بدك انت؟ العنف اللي يقوم به الفلسطيني استاذي هو عنف سبب الوعي. يعني الجندي الإسرائيلي بيمسك الفلسطيني بيضربوا كفين، بيلسعوا قلمين، بيسجنوا، فبيكون بردة عنف بفجر حاله في تل أبيب. فعل ورد فعل مؤثر ومستجيب معروف بعلم النفس. لكن العنف الذي يقوم به اليهودي في إسرائيل هو عنف سبب اللاوعي، وهو سبب الاعتقاد بأنه الآخر غير اليهودي، مش مهم مسلم أو مسيحي أو شركسي أو درزي أو مش مهم، أنه الآخر يخطط لقتله. وبالتالي هذا يؤدي إلى انفعال غير مبرر. لذلك إذا فهمنا هذه النقطة نفهم سلوكه. هو لماذا هذا العداء فجأة يكون بخطوات عدائية؟ طب ما في شيء بالساحة، لماذا هذه الاغتيالات؟ لماذا هذا القتل؟ لماذا هذا الدمار؟ لماذا هذا التفكير الدائم بالهوس تتحول إلى وسواس؟ إسرائيل اليوم تعيش وسواس وليس حاجة إلى هذا الوسواس. هو الاستهدافية، مرض الاستهدافية. هو يعتقد هم مش بيروجوا لده عشان يكسبوا تعاطف العالم. في البداية روجوا لذلك، وبنعرف التفجيرات اللي صارت في دور السينما في مصر من أجل تهجير اليهود إلى آخره من الأحداث المنفعلة. لكن سرعان ما سقطوا في يعني كمان كذب الكذبة وصدقها. سرعان ما صدقوا هذا الشيء، سرعان ما أنا سألت إحدى الصحفيات اليهوديات، سألتها ماذا تريدون منا كفلسطينيين؟ سلام، وقعنا وثيقة سلام، ومصر وقع وثيقة السلام، والأردن قالت لا نريد أن تحبوننا. إيه بس هاي عملية اختيارية. يعني في حدث نفسي جوايا يحبك ازاي؟ يعني أنت لا تستطيع أن تكره شخص آخر إلا الحب على أن يحبك. يمكن أن تعيش معه بشكل، لكن أن تحبه. يعني مثلا كيف يتابع؟ مش الحب ده علاقة مشاعر وحاجة صدق أو خارجة من قلبك. ازاي أنا أحبك وأنا في بيني وبينك حاجز؟ يعني في كتاب صدر اسمه عذورين بغزة، أي العميان في غزة، وهو توصيف لحالة الجند الإسرائيلي في غزة أنه مثل الأعمى لا يعرف ماذا يريد.